حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. جايين النهارده بفيديو جديد استكمالا لمجموعة المنتجات اللي خارج ايفون وماي واي واورفلام. دي مجموعة المنتجات اللي بتبقى بناء على تجربتي انا الشخصية، اللي بجربها من بقية المنتجات وبقية البراندات التانية، وانتوا طلبتوا مني ان انا افيدكم بيها. جاية النهاردة بمشكلة عويصة جدا جدا لكل البنات، وكل البنات دي المشكلة اللي بتؤرقها، وانا كنت من ضمنكم. والحمد لله اخيرا لقيت الحل ليها. بس قبل ما نبدأ، فضلا وليس امرا، كل اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان يوصل له كل الاشعارات اول ما انزل اي فيديو. انا بحبكم جدا، ويلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تعالي يا بيبو، وتعالوا معايا انتوا كمان نشوف احنا ايه اللي معانا النهارده. ده من ضمن المنتجات الترندي اللي موجوده بقالها فتره على السوشيال ميديا. تمام انا واحده زيكم بتابع. كلنا بدون استثناء عندنا مشكله، في مشكله تساقط الشعر، كلنا بنعاني منها، وانا واحده من الناس بعاني من المشكله دي حرفيا بقالي سنين، وجربت كل اللي انتوا تتخيلوه. عملت ميزو ثيرابي لشعري، تمام. كنت باخد حقن كل اسبوع. عارفين الحقن بتاعه الانسولين، كنت بحقن فيها ماده ميزو ثيرابي كلها في شعري. والحق يتقال ان هي كانت حلوه قوي في ساعتها، تمام، وعملت افكت ونبتت الشعر وقضت على التساقط و بس بمجرد ما انا وقفتها كل حاجه رجعت زي ما كانت. طيب جربت ايه تاني؟ جربت ماده المينوكسيديل، جربتها من زمن الزمن زي ما بيقولوا. كنت بجيب السبراي بمبلغ وقدره، كان حلو جدا. وبرضو اول ما وقفتها خلاص كل حاجه رجعت لقديمه زي ما بيقول. فالفلوس اللي انا دفعتها كلها هي راحت على الارض، واستحاله ان انا كنت هقدر اكمل طول العمر بالمبلغ وقدره. انا عايزه اقول لكم ان حقنه الميزو ثيرابي اللي كنت بحقنها في الجلسه الواحده، وانا كنت باخد كل اسبوع حقنه، في 2010 الحقنه كانت ب 150 جنيه. فانا في الشهر كنت بدفع 600 جنيه بس من ميزو ثيرابي، زائد المينوكسيديل، زائد بقيه الفيتامين، زائد ده في 2010. فكان مبلغ وقدره، كانت ميزانيه. وسيبكوا بس من الفلوس، انا كنت كل اسبوع بتشكشك بحقنه الانسولين. كان الدكتور بيفتح الفروه كده ويبدا يحقنها. هي الحقنه كلها كانت بتملي بالماده بتاعه الميزو ثيرابي، ويبدا بقى في كل الفراغات يبدا يحقن. فلكم ان تتخيلوا كميه الصداع وكميه الشكشكه بتاعه الحقنه اللي بتتحقن في فروه راسك، وطبعا ده من غير بنج. انها رفيع، بس صدقوني والله كانت بتوجع، وكانت بتسبب صداع، وكانت بتسبب الم لمده يومين. فبغض النظر عن الفلوس انت كنت بتتوجعي، فده كان مجهود ولود اوفر عليكي. فخلاص بقى يعني هنعمل ايه؟ الموضوع بصراحه يعني كان خارج عن السيطره. تحسي بقى ان التغذيه برضو مش قد كده. يعني مشكله تساقط الشعر هي ليها عوامل كتيره، فانتوا لازم تبقوا برضو مراعيينها، ولازم برضو تكشفي عند الدكتور عشان لو في فيتامينات تاخديها و فده كانت مشكلتي مع او رحلتي مع مشكله تساقط الشعر، اللي انا متاكده ان كلكم مريتوا بيها. كل الوصفات جربتها، كل الزيوت جربتها، بس كلها حاجات وقتيه بصراحه. فالترند اللي كان طالع الفتره دي المجموعه بتاعه تويست اند جو، تهيألي كلكم شفتوها. ده عباره عن الشامبو، وده عباره عن السبراي ده كان واخد سوكسي فظيع. بصوا انا مخلصه منه قد ايه، او هو بصوا اللي باقي منه قد ايه. فاكيد انتم متوقعين رايي فيه. وانا التجربه زي ما قلت لكم ما بحكمش عليها غير لما ببدا اخلص المنتج كله عشان التجربه تبقى حقيقيه. ده بقاله معايا شهرين، حجمه 250 مللي. المجموعه دي يا بنات، المجموعه دي مصريه، انتاج مصري من انتاج شركه ليب. حجمه زي ما قلت لكم 250. وده الشامبو. الشامبو برضو زي ما قلت لكم كل المجموعه من انتاج اهي ليب كوزماتكس، دي شركه مصريه، والحجم بتاعه 250. يعني ده 250 وده 250. نتكلم بس الاول عن الشامبو، بعد كده نسيب السبراي تاكد على جنب. الشامبو ده لا فيه سلفات ولا فيه باربين، فبالنسبه لي بيبقى حلو قوي وبيبقى لطيف قوي على الشعر. تمام. وفي بايوتين وفي ارجان اويل.
حلو. يعني البيوتين دي من اهم المواد الفعاله اللي بيتكون منها الشعرايه، وبتساعد على طول فتره الشعرايه، بيعمل على زياده كثافه الشعر ونعومه فائقه مثل الحديد. ده اللي مكتوب ايه عشان، وحجمه 250 مللي. زي ما قلت لكم ان هو ما فيهوش سلفات وما فيهوش باربين، فبالنسبه لي هو جنتل وخفيف جدا على الشعر. بس في معلومه بس عايزه اقولها لكم، هو مين قال لكم ان الشامبوهات اللي فيها سلفات مش حلوه؟ الشامبوهات اللي فيها سلفات، على فكره انا بستخدم شامبو فيه سلفات بس مش على طول. امتى استخدم الشامبو اللي فيه سلفات؟ ابدا استخدم الشامبو اللي فيه سلفات لما ابقى عايزه اعمل تنظيف عميق للفرو، زي مثلا لو انت عامله خلطه زيوت، لو انت حاطه حاجه على شعرك وشعرك يعني حاجه مثلا ايه، زي قلت لكم زي وصفات الزيوت، او حد عنده قشره فهو محتاج يعمل تنظيف عميق. الشامبوهات اللي هي فري سلفات وفري باربين مش هتنضف لك بعمق ومش هتشيل الحاجات اللي لازقه في الفروه. لكن طول ما انا شعري او فروتي بمعنى اصح نظيفه وانا مش حاطه عليها خلطه ومش حاطه عليها اي حاجه تقيله تسد الفروه، بستخدم ده عادي جدا. لكن يوم ما بعمل خلطه قويه لشعري لازم استخدم شامبو فيه سلفات عشان ادي تنظيف عميق. الشامبو ده عايزه اوريكم من جوه، انا خلاص قربت اخلصه، عايزه اوريكم قوامه من جوه عامل ازاي. بصوا هو قوامه عامل زي الجل، تمام. بيرغي على فكره، ريحته خفيفه جدا ويعني تكاد لا تذكر، فمش بيسبب اي مشكله. والشعر ببدا احطه على الفروه بتاعتي وابدا ارغي بيها كويس وابدا اعمل بيها تنظيف. بصراحه بينضف لي شعري جدا وخفيف وسوفت وجنتل جدا على بشرتي، وبحس فعلا بتنظيف لو انا مش حاطه خلطات قويه او مفيش حاجه قويه سدالي المسام او الفروه بتاعتي. تمام. فكان بالنسبه لي لطيف جدا وحلو جدا. وبصوا قرب اصلا يخلص، هو فاضلش فيه على فكره غير شويه دول، هكرره تاني. طيب نيجي بقى للمعجزه. هو ده ما ينفعش تسميه غير ان هو ده معجزه حرفيا. حجمه 250. عايزه اقول لكم ان هم في الفتره الاخيره زي ما قلت لكم المينوكسيديل كان هو الحل الامثل للصلع الوراثي، ويقولوا لك ما ينفعش غيره. بس مشكلته ان انت لما بتيجي توقفي المينوكسيديل كل حاجه بترجع زي ما كان. هو المينوكسيديل ده يا بنات عباره عن ايه؟ بيساعد على تدفق الدم للبصيله عشان الدم يوصل للبصيله بتاعه الشعر، فالتغذيه بتاعه الشعر توصل له كامله. هو دي كانت وظيفته للناس اللي عندها صراع وراثي. فيوم ما بتوقفيه انت وقفتي التغذيه ووقفتي تدفق الدم، فبالتالي البصيله هتبدا الشعريه تقع. تمام، عشان بس نبقى متفقين هو مش سحر ولا شعوذه. حلو. طيب في الابحاث وفي الفتره الاخيره بداوا يشوفوا مواد ليها نفس الفاعليه بتاعه المينوكسيديل بس ملهاش نفس الاثار الجانبيه بتاعه المينوكسيديل. يعني لا يوم ما نيجي نوقفها ما يحصلش نفس الاثار الجانبيه ان الشعر يبدا يقع بتاعه المينوكسيديل. من ضمن المواد الفعال اللي هم لقوها اللي هي دي، عباره عن، يا رب بس اكون انطقها كويس، عباره عن الكابكسيل، الكابيجين، التريكونجين، البروكابايل. يا رب اكون بس بنطقها كويس. دي من ضمن اهم المواد الفعاله اللي بتعمل على تعزيز وتدفق الدم للبصيله، فبالتالي البصيله بيوصل لها الدم ويوصل لها التغذيه. خلينا متفقين كمان على حاجه، ان اي منتج بتستخدميه للشعر لازم تاخديه ككورس لمده 3 اشهر، لان الدوره اصلا بتاعه البصيله بتاعه الشعر هي 3 اشهر. خلينا بس متفقين. طيب تويست اند جو دوت بيعمل ايه؟ انتي هير لوس لوشن دوت، بيساعد بالمواد الفعاله اللي فيه. بصوا يا بنات زي ما قلت لكم فيه الكبايل والكباجين ومنتجات كتير قوي وفي كمان الكرياتين وفي الفوليك اسيد وفي البروبوكاين وفي جرين تي. خلي بالكم في حاجات كتير قوي انا طبعا مش فاهماها، بس انا قلت لكم على اهم مواد فعاله عشان هم كده اختاروها وحطوها هنا. اي منتج تلاقي فيه المنتجات دي او المواد الفعاله دي من ضمن المحتويات تعرفي ان هو هيكون مفيد جدا للبصيله وللناس اللي هي عايزه تعالج مشكله تساقط الشعر. انا جيت استخدمته. هو بصوا مكتوب عليه ايه طريقه الاستخدام. بتحطي من 8 ل 10 بخاخات على فروه الراس مع التدليك الخفيف لفروه الراس، ويمكن وضع عدد اكثر من البخات على الفراغات الواسعه الخاليه من الشعر على فروه الراس. انت كنت بتستخدميه ازاي يا بيبو؟ بصوا يا بنات انا اول ما جبته استخدمته الصبح وبالليل، كنت عايزه ازود الفاعليه بصراحه. وبعد كده مؤخرا بقيت استخدمه بالليل. بس بعمل ببدا اقسم شعري بالطول
وابدا احط على الفروه، وبزود اكتر في الحته الاماميه، يعني في الجوانب الاماميه. انتوا عارفين دي اكتر حته من كتر ما احنا بنشد الشعر بتبدا تنحل وتخف. وببدا احط على الفروه، وابدا اقسم شعري بالطول، يعني زي فواصل كده، واحط على الفروه وادلك ادلك ادلك ادلك. وبحط كمان ورا، ما بسيبش بصراحه حته غير لما يعني احط فيها. وابدا بقى اعمل بايدي مساج للفروه من مده 5 ل 10 دقائق. وكل ما هتكتري المساج انت بقى بقدرتك كل ما هيبقى حلو. وفي بدايه لو انت ما عندكيش ايدك، في كمان الاداه اللي هي بتاعه التدليك بتاعه الشعر، دي متاحه ودي متاحه، بس انا كنت بعمل بصراحه بايدي. وبعد كده اسرح شعري، وبعد كده بقى تربطي شعرك وخلاص وبتنامي. تمام. لقيتي بقى منه ايه؟ والله 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 انا طلع لي بيبي هير عند المناطق اللي قدام بطول الجبهه، يعني بعرض الجبهه كده، ده كله طلع له بيبي هير والله. والبيبي هير اللي كان موجود واللي كان عاجز اللي ما كانش بيطول، والله طوله بقى قصه. والله اللهم بارك، يعني ما شاء الله طوله بقى قصه. التساقط بالنسبه لي قل بنسبه كبيره. عايزه اقول لكم ان انا لاحظ الشعرايه تخنت سمكها. انا عندي الشعرايه كانت رفيعه، لو كنت نفخت فيها كانت وقعت. لا، الشعرايه عندي سمكها تخن. الشعرايه بقت حيويه، الشعرايه بقت بتتنفس. البيبي هير رائع. الفراغات بدات تقل لان بدا يطلع فيها بيبي هير، فهي عايزه مداومه وعايزه مواظبه. بصوا انا خلصت هو ما فاضلش فيها اصلا غير يعني هي تكفيني النهارده، ويبقى انا كده خلصت وهروح اشتري منها. عايزه اقول لكم بقى ان انا اتبسطت جدا جدا بالتجربه بتاعه تويست اند جو، وهكررها وهرشحها. وعايزه اقول لكم ان انا شفت كمان منهم الكونديشنر، وشفت منهم حمام الكريم. ناس كتير قوي شكروا فيه، فباذن الله هجيبهم وهجربهم عشان تبقى المجموعه كلها كامله متكامله. بس بصراحه السبراي ده يعني بصوا هقول لكم، الشامبو حبيته بصراحه، بس يعني مش هبقى مش ملزمه قوي ان انا اجيبه، لا عادي. لكن ده ما اقدرش استغنى عنه. عايزه اقول لكم ان هو قوامه خفيف جدا، ما بيلزقش، ما بتحتاجيش ان انت تغسلي شعرك بعديه. هو انت كانك حاطه ميه، وده اللي عجبني. لا هو تقيل ولا هو، بصوا يا بنات هو ميه حرفيا. بصوا هو ميه، انت تحسي ان هو مش تحسي، هو فعلا ميه، ما بيلزقش خالص. ما بيسيبش اي ملمس ستيكي ولا اي دهون خالص، ما بيزيدش. فبصراحه عجبني جدا جدا، وهكرره مره واثنين وعشرة. رائع رائع رائع. لو انتوا لسه ما جربتوهوش، لا جربوه على ضمانتي، هيعجبكم جدا جدا جدا. جربوه وهستنى رايكم وهستنى ريفيوهاتكم، واللي جربه يسيب لي برده تجربته معاه. عايزه اقول لكم ان هو حجمه حلو قوي، هو حجمه 250 مللي، فهو قعد معايا شهرين ونص مرتاح. وعايزه اقول لكم ان انا ما كنتش بحط 8 بخاخات، لا انا كنت مقضياها بقى، يعني كنت بحط زي ما انا عاوزه، مش بعد بصراحه بالبخاخات، حسب ما شعري بياخد. فهو حلو جدا. وعايزه اقول لكم ان انا لاحظت منه حاجه، ان هو طول لي كمان شعري، فبالنسبه لي حلو جدا جدا، وهكرره ومش هقدر استغنى عنه، وهيبقى من ضمن المفضلات بتاعتي. ودي احلى حاجه انا استخدمتها للشعر في الفتره الاخيره. انا كده وصلت لاخر الفيديو، ولو الفيديو عجبكم ما تبخلوش طبعا علينا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير. مع الف سلامه، باي باي.